فوالا. مرحبا بكم في حلقه جديده من رياكشن. الفيديو تاع اليوم كنت مسركل شويه في الانترنت وبان لي واحد الفيديو ديال نعمان الحلو كيهضر فيه على الراب، وانا نقول بلاتي ندخل نطلوه ونديرو هاد الحلقه هادي ومنا نجاوبو السي نعمان ونقصروا معاه واحد شويه. هاد الحلقه هادي ما درتش كاميرا وكلشي، غادي نخدم بحال لايف، غادي ندير لايف في البرنامج ديال OBS ونجربو ونشوفو هادشي كيفاش غادي يطلع. ما عرفتش، اول تجربه غادي نديرها انني ما نصورش حلقه وندير لها مونتاج، نصورها ديريكت بلا ما نقطع بلا والو ونخرجها هكا كل لوحه في يوتيوب. يلا نشاركوا التجربه مجموعين ونبداو ببا نعمان. تخيلات الراب لا هذا خصنا نشدو مع الستون حتى حنا، حيد علينا نضاضر، حنا نضربو عليه نضاضر نشدو مع الستون مزيان. بلاتي قبل ما ندخلو في الراب نضربو عليه نضاضر، يا الله يضرب مع ضرب علينا هو نضيضرات حتى حنا نضربو عليه نضيضرات. يا الله خفافيش. زيد با نعمان زيد. واش هو موسيقى ولا غنى ولا شعر؟ الراب واش احتفظ على الهويه ديالو ولا قرب من الاغنيه ولا ضيع هويته وهويه الاغنيه؟ الراب لما استعمل دي لوجيسيال بحال لوتوتون، دي لوجيسيال برامج معلومات لوتوتون ولا لوتوتون؟ واش تيون ولا تون؟ هي خاصه بالموسيقى، واش كانت في صالحه ولا دخل في عمليه تعويم ولا اي حد يقدر يقول لك انا رابور. نكتشفوا هادشي مورا الفاصل، مورا الفاصل نكتشفوا واش اي واحد يقدر يقول رابور. التعريف ديالو هو تصغير ان ديمينوتيف لكلمه ريدم اند بويتري، بما تعريف ويكيبيديا ما هو ماشي هادشي، ويكيبيديا معناه ايقاع وشعر، وهذا بالضبط هو اللي كان عندنا في الشعر الجاهلي قبل الاسلام. كانوا الشعراء ينظمون الشعر ديالهم على ايقاع خطوات الجمل. اوكي، الشعر في الجاهليه كانوا كينظموا على خطوات الجمال. قبل الجاهليه، قبل ما يجي الاسلام وقبل الجاهليه، كان في الثقافه الامازيغيه هي الاولى بعدا ديجا في شمال افريقيا هنايا في المغرب وتونس والجزائر حتى لمصر. كان الكلاش اللي هو طنطامت كيتجمعوا في واحد الساحه بحال كيقولها سايس، كيتجمعوا فيها وكيبداو يتكلاشاو بالشلحه. كلاشات كيكون داكشي بالنيفو طالع بزاف. عاد من بعد جا الشعر في الجزيره العربيه، يعني في الامازيغ كاين عندهم الكلاش 4000 سنه قبل الميلاد، قبل ما فهمتيني. ابا نعمان عاد من بعد جا في الجزيره العربيه وكيتكلاشاو على خطوات الجمال. واش الراب شهر او بدا في السبعينيات في الساحل الشرقي د امريكا في نيويورك، في الاحياء المهمشه عند الامريكيين الافريقيين. الراب ما بداش في السبعينيات، الراب بدا من امتى؟ كان من امتى الراب كاين؟ من امتى هو اصلا؟ لان الراب هو ماشي واحد، ماشي بحال قلتي الراب ماشي واحد لوبجي اللي يلا تصنع بحال تليفون يلا جا في واحد العهد. الراب هو كاين عند كل واحد، اي واحد كيعاني، اي واحد كيحس. لان الراب ماشي بحال الغنى، كنقولوش كنغني الراب، كنقولو كندير الراب لانه فعل. والراب هو يعني ماشي بحال الاغنيه تجيب واحد يكتب لك الكلمات وواحد يكتب لك يدير لك موسيقى. لا، هاد الشخص انت دير كلشي. هذا هو الرابر الواعر، هو اللي كيكتب الراسو، يعني داكشي اللي كيحس هو. وعاد غينتقل من بعد للساحل الغربي في كاليفورنيا، وفي التسعينيات عاد غينتشر في العالم وتعتبر هذه هي الفتره الذهبيه ديالو. الراب ويكيبيديا ايضا يمكن لك تكتبو بشعر مقفى موزون وبشعر حر، وبالضبط تيتسمى الفري ستايل، وبالضبط هذا هو اللي عندنا ايضا في الشعر العربي. قبل ما تكتبوا بالشعر مقفى وملحن او ديروا فري ستايل هو اللي كيسبق. لان الرابر الواعر هو اللي كيقدر في الفري ستايل يحط الكلمات فري ستايل او ما يسمى بالبيف. ملي كيتلاقى مع واحد الرابر اخر كيدير هو وياه فري ستايل، ماشي الفري ستايل اللي ولا كنشوفوا دابا ديال واحد كيعاود لينا كوبلي ديجا مكتوب. لا، فري ستايل هو واحد الراب اللي مقفى
ودايركت ولايف، يعني ماشي كتبتيه ديجا، كتكون ديجا كيحطك انت واحد كتبداو تكلاشاو انت وياه كتبيفاو لايف بالفري ستايل. هي كتقول لي العيوب ديالو، هو كيقول لك العيوب ديالك انت، تقدر تخليه في عائلته تقدر، ولكن كلشي في قالب ديال الفري ستايل محترم، ماشي كتسبوا ولا بيناتكم نتوما ضاحكين ناشطين، ولكن كتكلاشاو بيناتكم. تما فين جا الفري ستايل. والرابر الواعر هو اللي كيكون عنده الفري ستايل. يعني انا جلست مع الرابرز بزاف، يقدر يوجد لك ديسك في ساعد المكانه يكون كتب ديسك دغيا سور بلاص بقافيات واعرين بكلمات واعرين، وهذا هو احسن رابر، هو اللي كيكون عنده الفري ستايل دايركت سور بلاص ما كيكتبوش. عندنا الشعر المقفى وعندنا الشعر الحر. الاغراض الاساسيه ديال الراب اهم واحد فيها هو الكلاش، المعاطيه، الهجاء. معاطيه. عندنا في الشعر العربي ايضا جوج الشعراء مش الراب ماشي الاهم فيه هو الكلاش، غلط ابا نعمان. البحث ديالك ماشي هو هذاك، ماشي المهم في الراب هو الكلاش جا من بعد. الراب هو الراب، ماشي المهم فيه هو الكلاش. يعني كلشي الراب دابا كيتكلاشاو، ما كيخرجوا دياسك، ما كيديروا دي فيتورينغ، كيكلاشاو بعضياتهم، قاعد يتكلاشاو ديما الكلاشات المدابزه. زعما راه الراب هو ديما الكلاش. لا يبحث جيد انا با نعمان. مشهورين كان خاصين بالهجاء، منهم جرير والحطيئه والكلاش. كان بزاف، كان حتى المتنبي تا هو، كانوا بزاف، ماشي الحطيئه ما يخرج. في الراب وصل انه تخلق لنا واحد اللون ديال الراب، اون ديريفي سميتها غانغا ستراب خاصه بالهجاء. ستوب شنو هاد الكلمه هادي جديده كنسمعها، غانغا ستراب. ما فهمتش، انت كاتب ديجا هنا كاتب غانغستار راب وكتقول غانغا ستراب. قدر سيتي ما حفظتيش مزيان او ما شديتيش، لانك ما يمكنش دير غلط في هذا، ما يمكنش. انت عشتي في ميريكان با نعمان، عشتي في ميريكان، يعني ما يمكنش تغلط في بحال هاد الكلمات. او يقدر درتيها هكاك باش نلبس. ستراب خاصه بالهجاء، ومن الضحايا وصلت الضحايا انهم قتلوا لهم واغتالوا واحد من اكبر لي غابور سميتو توباك. لا هذا غلط ثاني. الغانغا ستراب او الغانغستا راب اللي قلتي لها انت، الغانغا ماشي هي السبب باش قتلوا توباك. يعني الا كنتي با نعمان تصنتي لي زالبوم تاع توباك وسمعتي شنو كان كيقول في لي زالبوم، ما كنتيش غادي تقول السبب تاع الموت ديالو هو غانغا ستراب، ما يمكنش. لا هو بالفعل كان واحد الكلاش بين الايست كوست والويست كوست، وكانوا ديما كيتكلاشاو، وشي كيطاطا شي بيجي من هنا، توباك من هنا وهادي، ولكن ماشي السبب هو سمعت. لا لي كومبوزون ديال الراب عندك الفلو هو التدفق والانسيابيه، بما معنى انه الابداع هو فوري. لو رابور ماشي يفكر فيه وجا قرا. لو رابور بالفرنسي ماشي لو رابور كيكون في الكوميساريه. انا في نفس اللحظه اللي تيتعاطى مع حد اخر il crée sa poésie. الثانيه هي الديليفري، على اي ايقاع، على اي بحر من البحور الشعريه تندير هاد لو راب ديالي. الثالثه هو الكونسيبت. كيفاش البحور الشعريه؟ ما يمكنش الراب يكون فيه بحور شعريه، لا اظن كتغير غير الطريقه هي اللي كتغير. كل واحد كيفاش كيكتب، كل واحد كيفاش كيحط، حيت ما كاينش بحور شعريه في الراب، كاين ستيلات، حيت الراب غادي كيتطور، ماشي داك الراب اللي عرفتيه با عثمان. الراب تبدال، يعني غادي كيتطور جينيراسيون، ما يمكنش يبقى الراب في واحد الستيل، لابد غادي يتطور. يعني ما كاينش واحد النوع د الراب، كان في الاول واحد النوع، واحد شويه غادي كيتزادوا ستيلات اخرين. انت سميتهم بحور شعريه، لا ماشي شعر. هو والاغراض هضرنا عليهم، واش دم ولا مدح ولا غزال. قلنا بان اهم غرض من الاغراض ديال الراب هو الكلاش. والله ديك با عثمان راه ماشي اهم غرض من الراب هو الكلاش،
عصبتيني مكالمي معاك حتى لدابا، وكتعاود فيها تاني اهم غرض هو الكلاش. وانا الشيطان صاحبي، يعني كتبين البنادم، يعني واحد مسكين جالس قدام التلفازه في القناه هذه فاش دايز، وطلع عليه هذا البرنامج وما عمو فهم عارف شنو هو الراب، تلاقى معاك النيشان قلتي لي بان اهم غرض في الراب هو الكلاش، مشى قلب مسكين شنو هو الكلاش في جوجل، خرج بان الكلاش هذه هكا وكا وكا وكا، وشاف النماذج ديال الكلاش قال صافي هذا هو الراب. والرابعه هي lyrical complexity. lyrical complexity، نطقتيها مقاده، ما قلتيش فيها ليريكال كامبلاسيتا ولا بحال كيما درتي في غانغاستا راب. الا بغيت نقربها للغه العربيه غنسميها الطباق ولا الجناس. شنو معناتها؟ بعتمان انا النصيحه من عندي انا، الا كنتي دير بحال هاد البرامج هكا، الناس اللي كتبوا، اسمح لي على الميكرو، الناس اللي كتبوا النص او الناس اللي تكلفوا بالكتابه تاع النص وتكلفوا بسكريبت وكامل هادشي، يسامبليسيو الحوايج ويقدروا يشرحوا لنا الراب بطريقه مغربيه، برابرز مغاربه، بيكزامبل تاع رابرز مغاربه عادي بسهوله والانسان يفهم. معناتها انها تعطي كلمه وهذيك الكلمه تكون عندها جوج ولا ثلاثه المعاني في نفس الوقت. الراب هو تجربه ذاتيه شخصيه، بما معنى ان لو غابور تيكتب الشعر ديالو بيديه. متفق معك. هي ذاتيه تيحس بها، متفق معك في هذه. ماشي بحال الاغنيه تيكون فيها الكاتب والملحن والمغني والموزع ويتقابلوا اربعه ديال الارواح باش يعطيوك عمل فني واحد. مي ممكن في الراب، ممكن الراب تاع دابا، ستيل تاع دابا ممكن يكون موزع، ملحن، برودوسر، كل شيء اللي بغيتي. يقدر واحد البرودوسر يتحكم في الاغنيه من الاول حتى الاخر، يقدر الاغنيه يكون فيها ملحن، موزع، كاتب كلمات، توب لاينر اللي ولا دابا انه كيحط ليه اللحن كيفاش يدير الاغنيه ديالو. هادشي اللي قلنا كامل تاكد بان الراب هو شعر اكثر منه غناء وموسيقى. الراب تشهر في المغرب في التسعينات، ولكن الوهج ديالو والقوه ديالو كانت في البدايه ديال الالفيه الثانيه. عن تجربه شخصيه، انا مازال تنعقل، كان عندنا واحد السهره كبرى في 2005 ولا 2006 وكانت في الفضاء الطلق، وكانت كل الامكانيات اللوجستيه متوفره، وكانوا عشرات الالاف ديال الجمهور من المتفرجين، كانت في البلانير. كان واحد المجموعه ديال الفنانين والفنانات، انا واحد منهم، وكانوا جوج المغنيين ديال الراب. نقدر نقول لكم بانه 80% ديال الجمهور اللي جا ديال الشباب جاوا على دوك جوج المطربين. انت جاوبتي راسك غير بالفن، في الاول كنتي كتقول هضره، دابا وليتي كتقول هضره اخرى. يس، جاو على الشباب، قلتي الشباب، شباب، حيت الموسيقى الشبابيه كتغير مع الوقت، كتبدل. الموسيقى الشبابيه اللي كنسموها الشبابيه دابا كتبدل. ثاني حاجه، علاش هادشي واقع؟ علاش انه الراب يتصنتوا ليه الشباب وما يتصنتوا ليش الناس كبار؟ الراب ديال كل شيء، ديال الشباب، ديال المراهقين، ديال الناس كبار، ديال كامل الطبقات، ماشي ديال الصغار، لان يقدر يكون الراب فيه تخصال الهضره، ولكن ديال حتى الناس الكبار ماشي الشباب. غير حنا في المغرب مازال ما نشرناش الراب بالوسيله او بالطريقه اللي خصو ينتشر بها او اللي خصو نوصلوا بها، وهذا الدور كيكمن على الروابا. انا كنت كنصحك با عثمان، قم مشيتي كنقول لك من الصباح عثمان با نعمان، حيت قاس هذيك نعمان، با نعمان، با نعمان. النصيحه اللي عندي هي انك بلاص ما دير هذه الحلقه، قم مشيتي جبتي رابرز وجلستو درتو بودكاست، كومسا الراي ديالك، الراي ديالو، الراي ديال كل واحد، وراي يحترم. هكا غادي توصلوا الفكره للناس الكبار، لي جون والمراهقين، كلهم توصلهم الفكره ها هو شنو هو الراب، وحتى الناس الكبار بداو يديكوفريو ويتصنتوا للراب حتى هما، ماشي موسيقى خاصه بالشباب. اذا تما حسيت بانه كاين هناك واحد التحول مجتمعاتي في الذوق في الموسيقى وخاصه عند الشباب. لا، هاك غلط، ما كاينش تحول مجتمعاتي في با نعمان في الموسيقى او عند الشباب. لا، الموسيقى اللي كتطور، الموسيقى هي اللي كتطور، يعني البرودوسرز، المغنيين، رابرز كيتطوروا. هي ثوره
لجيل يريد أن يقول كلمته في الألفية الثانية. في السبعينات كانت عندنا الثورة وصفناها في موسيقى الجيل والغوان. في السبعينات كانت ثورة في العالم سميتها الهيبيزم، في العالم كاملو. العالم الا مشيتي للعالم كامل في ديك الحقبه كلشي داروا واحد ستيل، كلشي دار واحد ستيل. هذيك غير واحد هيبيزم داز. الراب لا ما دارش، كاين منين تا ويبقى غادي وكيتطور. الهيبيزم ها فتره، واحد الفتره ديال السبعينات مشات كلشي الجروبات في ديك الوقيته، كلشي ستيل اللي كان ديك الوقيته هو الهيبيزم. غفاله با تيليفون داكشي بابا والسروال وفي شكل باقي عندي حوايج شنو نلبسهم في شي حلقه ديال داك العالم. في الثمانينات والتسعينات ثورة أخرى في الراي. لا اظن ثورة في الراي. كان الراي في ديك الوقيته، ولكن كان الراب. حنا فاش كان الراي كنا كنتصنتو لتوباك، كنتصنتو بيغي، كنتصنتو نوتوريوس بيغي، كنتصنتو دولا سول، كنتصنتو الام او بي، كنتصنتو بزاف ديال الجروبات ديك الساعه تاع الراب، ديال الجروبات اللي كانوا في امريكان سورتو في نيويورك او في البرونكس او في المهم امريكان اون جينيرال. الراب امريكي كان بزاف ديك الساعه. كانت الراي، ولكن الراي كنا كنتصنتوها لبعد بعض المغنيين ديال الراي بحال حسني، خالد، مامي، واحد الكاتيجوري نصرو، شحال من واحد كانوا في ديك الحقبه، ماشي كلشي الراي. هذه ديال التسعينات أكثر صخبا وأكثر شجاعة، بحيث أن المغنيين ديال الراب تطرقوا لمواضيع ما قدرتها فنان أو فنانة يتطرقوا لها في مواضيعهم في الأغنية العادية. نعم، لأن الراب هو طريقة الكتابة ديالو. الراب طريقة الكتابة ديالو هو خصو يكون مضبوط لواحد الدرجة اللي ماشي بحال كتغني على طريجة ولا كتغني على صاك ولا كتغني على سميتو على حجرة ولا على باب، فهمتي؟ لا، هو فيه ما نقدرش نشرح لك با نعمان، لأن رابور ماشي أي واحد يكون رابور. رابور كتولد موهبة، كتولد مع الشخص، ماشي أي واحد هادي يولي رابور. ولي رابور يعني الرابرز اللي مستمرين في الساحة هما اللي تخلقوا رابرز، يعني تولدوا هما رابرز من صغرهم، ماشي جاو وبغاو يديروا الراب حيت الراب مشهور في ديك اللحظة. لا، تخلقوا هما رابرز، يعني تولدوا في كاش مو هو رابر، يعني يخرج هادي يولي رابر، يعني باش يكتب ويحط لك دوك القوافي بديك الطريقة والمعنى ويكلاشي او يحط واحد التشبيه او واحد الميتافور في الكلمات ديالو، خصو يكون رابر. داكشي علاش ماشي حيت هما تطرقوا المواضيع قاصحه. راه الرابر ما غاديش يمشي يطرق لك شي حاجه اخرى. واخا دابا تبدلت الوقت والستيل اللي ولا دابا قدروا يهضروا على الحب ويهضروا ديك الساعه شحال هادي كنت الا كتهضر على الحب اشاعه او انت بدعه. واحد المجموعه ديال لي رابور بداو من ذاك الوقت ومازال حاضرين بكل احترام وبكل شجاعه وبكل احترافيه. شي رابورات دي رابور، شي رابورات شو قلتي؟ شي رابورات دي رابور، شي رابورات هاتو لي مؤنثة دي رابور. جاتني بحال طورا مورا دوك البلدان ديال موريتانيا، طورا بورا وداكشي. شي رابورات ها كدير في الغلط سي با نعمان. ما بقاوش اوفياء اللون ديالهم اللي هو عنده ان ايدونتيتي اللي هو الراب، وبغاو يمشيو للاغنيه وداروا بحال داك الغراب اللي بغى يمشي لمشياد الحمامه وما عرفش. غلط با نعمان، ماشي شي رابورات بغاو يمشيو ويخرجوا من ليدونتيتي ديالهم ويديروا اغنيه. لا بالعكس، ستيل ديال الراب تبدل، ما بقاش داك ستيل اللي كان النهار الاول، تبدل، خرجوا ستيلات اخرين، تبدل، طور الراب، طور. وملي رجع يتفكر المشيه ديالو ايضا ما عرفش.
لا لا لان الاغنيه عندها مقومات مختلفه تماما، مبنيه على ستركتور، على الوتريات، على التوزيعات، على اللباس، على الغناء، على الكورال وخلافه، مختلف. لا باتمان الأغنية هادشي اللي قلتي انت عندكم نتوما، يعني المغنيين ديال الطرب، المغنيين ديال الجوق، المغنيين ديال فهمتي اللي كيعزفوا، يعني كيشد العود باش يلحن اغنيه كيجلس هو العود باش يلاه يلحن الاغنيه. في الراب لا ما كاينش هادشي. في الراب يقدر يكون مطلق على شي بيت فيه سنير وفيها درامز، الرابر يقدر يحط سير بلاصه كلمات ويكتب دغيا، يعني ويحط لك كلمات ما يتسناش انه خصو يجيب الوتريات ويجيب الملحن والعود، لا غلط تماما. لي رابور ايضا معروفين بالكريتيك، بهذاك لو فرون بارلي. فشنو ولاو يستعملوا هاد الناس اللي بغاو يعوموا؟ واحد اللوجيسيال سميتو لوتوتون. مي جاب لي كريتيك اللوتوتون، جاب كريتيك اللوتوتون اوتوتونا نعرقه. اي حد يمكن له يولي مغني به. نعطيكم مثال حي، غنقول اي كلمه ما عندها علاقه بالغناء. ماشي اي حد حتى بلوتوتون، ماشي اي حد يقدر يولي مغني، لا. لوتوتون هو واحد البلاجن، واحد الاضافه تزادت في الموسيقى اللي كانت شحال هذه قديمه، ولكن تزادت دابا بالتكنولوجي بالبيتشين كوريكشن وهادشي. لوتوتون هو واحد البلاجن ديال الكوريكشن، ماشي لوجيسيال باش تولي مغني، لا غلط. هو كتكوريكتي به لي فوس نوت، يعني انت الا ما كنتيش كتغني، الا كنتي كتغني حيت الا سمعنا الدياسك تاع الار ام بي شحال هادي ما كانوش كيستعملوا الاوتو تيون. دابا ولا الكوريكشن بزاف في الار ام بي وفي البوب وحتى في الراب، يعني كتكوريكتي به لي نوت اللي خسروا ليك، وكيزيد هو كيقاد لك كلشي الاغنيه او كلشي الفوكال ديالك او كلشي لي نوت تاعك في التايمين ديالها في البلاصه ديالها او كلشي، ماشي باش تغني به هو، لا. انا غادي للدار، هذا كلام. اخباركم يمكن له يولي غنى، سمعوه دابا. انا غادي للدار. انا غادي انا ما كتبتيش والله الا غدا نيت غادي للدار. بنامان مي انا اللي سمعنا دابا ما استعملتيش فيه البيتش كوريكشن، يعني ما استعملتيش لوتوتيون، شديتي انا غادي للدار وحطيتيها في البروغرام ودرتي لها لوتوتيون ولات انا غادي للدار، يعني ما كاين حتى شي اضافه. انا غادي للدار، سمعتيوه؟ غتسمعوه دابا بلوغيتم، سمعوه. انا غادي للدار. ما كنت نقول لك هضر على لوتوتيون وهضر على الميلوداين وهضر على بزاف تاع البلاجينز اللي كاينين اللي كتستعملوا كاملين باش انا يولي عندنا داك الفوكلز اللي كتسمع في الراب. راه ما ساهلش وماشي اي رابر هادي يدير ديسك بلوتوتيون. لوتوتيون عنده القواعد ديالو او خصك تلعب بيه والفيلينغ وشحال ديال الحوايج باش تخرج داك اللوتوتيون، ماشي تشد انا غادي للدار وتزيد ليها اللوتوتيون فوقها بلا ما تكوريكتيه وتقادو مزيان ودير ليه لي كيو وتستويه وتحطو فوق واحد البيت اللي هو ماشي ديال الراب وتقول ها هو ساهل نقدر ندير اغنيه، لا. اوي اوي ما معنى انه عمليه تعويميه، كل واحد يقدر يقول لك انا رابور ولا انا شونتور. ماشي كل واحد يقول لك انا رابور وماشي كل واحد يقول لك انا شونتور وماشي كل واحد يقول لك انا مطرب، لا. رابر عنده القوام ديالو، موهبه قبل من كل شيء. مغني موهبه قبل من كل شيء، ماشي واحد يولي مغني، لا. كاين واحد المثل فرنسي تيقول لو ميو اي لينمي دو بيان، واللي قريب له بالعربيه الزياده في الشيء نقصان. انا في نظري كل واحد يبقى في مكانه، لو رابور يبقى رابور، الشونتور شونتور، اللي تيدير فولكلور، اللي يدير التراث، كلنا تنتكاملوا باش نكونوا مشهد فني موسيقي. انا دابا بديتي يعني كتكلاشي، انت بديتي كدير الكلاش، يعني رابور خصو يبقى رابور، شونتور خصو يبقى شونتور، اللي كيدير التراث يبقى يدير التراث، صافي. يعني هنا حطيتي انت القانون، قلتي رابور خصو يبقى رابور، صافي. يعني انت ما كاينش معاك
ديك اللعبه ديال لا رابر يقدر يغني ممكن عادي، وهي اللي كاينه دابا كيغنيو، يعني ماشي بز منه يبقى رابر وما يجربش هو يسمع راسو كيغني. با نعمان، با نعمان الله يهديك. سالا البرنامج با نعمان، كنشكروك على الفيديو اللي درتي، وهذا الشيء طبيعي، يعني هذا الشيء خصو يكون طبيعي باش يكون رأي والرأي الآخر. انت دويتي في برنامج تلفزي، يعني الناس كيريحوا عند الماكله كيطلقوا التلفازه كيشوفوا هادشي، يعني التلفازه كيدوز ماشي هما اللي اختاروا بانهم يشوفوه. حنا اضطرينا اننا نجاوبوك في اليوتيوب لان ما نقدروش ندوزو في التلفازه، نجاوبوك في اليوتيوب على هذا الموضوع ديال الراب وعلى الكلاش اللي درتي عليه الحلقه. الناس مني هيشوفوا هذه الحلقه مثلا هيمشيو يقلبوا، الناس كاع اللي ما كيعرفوش الراب هيمشيو يقلبوا وهيشوفوا وهيبحثوا ويشوفوا شنو كاين وشنو هو الراب شنو هو الكلاش، ويقلبوا في جوجل وياخذوا معلومات، لانني ما يمكنش نتلقى واحد المعلومه من عند واحد الشخص ونامن بها، لا خصني نبحث ونقرا ونشوف واش هذاك الشخص فريمون ديك المعلومات اللي كيقول واش مزيانين ولا لا، واش بحث مزيان ولا لا. انا كنشوف با نعمان بان جميع البحث ديالك هو مليميتي، يعني ما تعمقتيش، ما جبتيش دي زيكزومبل، ما درتيش انترفيو مع رابرز مغاربه ويشرحوا لك ويهضروا معاك الناس اللي قراب من الميدان او الناس اللي كيزاولوا الميدان او الناس اللي عندهم درايه بهذا الشيء بزاف. انا حاولت نجاوبك بطريقتي، ما كنهبطش من قيمتك ما والو، الكونتنت ديالك حطيتيه، حنا عندنا الحق اننا نديرو رياكشن عليه ونجاوبوك بطريقتنا. انا كنت درت حلقه وهضرت فيها على الراب وهضرت على الكلاش والبيف في الموسيقى، وكاينه في اليوتيوب ونقدر نلوح لكم مقطع منها غدا. هاد الحلقه هادي طرقت فيها بالديتاي منين جا، كيفاش، شنو هو الكلاش، شنو هو البيف، كيفاش، شنو هو الديستراك اللي كيقدروا الديستراك، ما بقاش الديستراك مقتصر على الرابرز ولا حتى على اليوتيوبرز وكلشي، يعني كلشي يقدر يدير ديستراك. هذا كلشي في هذه الحلقه، نتمنى انها تكون عجبتكم. باتمان او با نعمان حاول تبحث بزاف في حلقات اخرى، والناس اللي كيديروا لك سكريبت او الناس اللي كيديروا الرايتين يكتبوا حلقات في شكل ويبحثوا مزيان. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، كان معكم الرئيس فايس، الى اللقاء.